حاجات لازم تعرفها قبل ما تشتري اي باب WPC. الحاجة التانية لازم تعرفها، ودي قابلتنا من استفسارات عملاء كتير، ان انا لقيت نفس الباب او لقيت باب WPC بسعر اقل بكتير. لازم تطلب القطاع من المكان اللي انت بتشتري منه الباب، تطلب منه القطاع تتفرج عليه، عشان لو ما لقيتش زي القطاع ده فاعرف ان انت بتشتري باب بيتسمى ان هو WPC، بيبقى عبارة عن فريم خشب جواه كرتون او ستيريوبور وعليه وشين بلاستيك، فلازم تبقى مفرق ما بين الاتنين. فعشان خاطر تشتري وانت مطمن اطلب القطاع واتفرج عليه، وبعد كده شوف انت هتعمل ايه. لو عندكم اي استفسارات تانية ابعتوا لنا واحنا هنرد على كل استفساراتكم. معلومة مهمة قوي، الباب بتاعنا حتة واحدة، يعني حتى لما تشوف عليه اشكال محفورة والكلام من ده هو بيبقى محفور عن طريق راوتر، عشان انا هنا عندي لحمية 4.5 مللي، فبتديني السماحية ان انا اعمل الاشكال اللي انا عايزها عن طريق مكنة CNC. فالباب بتاعنا اي شكل هتشوفه على الباب ما هوش شيت ملزوق على الباب او حاجة محطوطة عليه، هو نفس القطاع ده قطعة واحدة محفور عليها الشكل اللي احنا بنبقى مختارينه زي الموديلات كلها اللي موجودة عندنا في العرض هنا. واستنونا في فيديوهات تانية عشان نشرح لكم تفاصيل كاملة.